ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي غادي ندوي فيه على ياسين بونو وانتقاله إلى نادي الهلال السعودي. يعني بعد مسيرة رائعة ورائعة جدا في الدوري الإسباني بفوزه ب2 يوروبا ليغ، جاء الوقت باش ياسين بونو ولدنا يغادر الفريق تجاه صوب آخر. وخا أغلبية ديال المغاربة كانوا ما بغاوش ينتقل للدوري السعودي، ولكن قدر الله شاء ما فعل. ولكن من واحد الناحية مزيانة اللي حيت جا الوقت اللي خصو فيه يضمن المستقبل ديالو والمستقبل ديال وليداتو. ما عليناش هاد الصفقة ديال ياسين بونو كانت فيها بزاف ديال المؤاخذات ديال القيل والقال، القيمة ما القيمة، ولكن هنا على معرفتنا وعلى آخر الأخبار تنقول لكم شي حوايج اللي من المصدر، ماشي كلام على الفاضي. ياسين بونو انتقل ب21 مليون أورو القيمة ديال الانتقال ديالو. غياخد واحد الراتب ديال مليون أورو، 1,050,000 أورو شهريا، زائد المنح، زائد بزاف ديال الامتيازات معطية ليه. هذه هي القيمة اللي مشى بها ياسين بونو إلى، وخا تنعرفوا بأن هذا الانتقال غادي يستافد منه إشبيلية بدرجة أولى، بواحد النسبة قليلة غادي تروح للفريق الوداد لأنه هو الفريق الأم ديالو، هو غادي يستافد من واحد المبلغ. في هذا الانتقال هذا، خصوصا هذا الانتقال لياسين بونو اللي زرع واحد البلبالة في الوسط السعودي، ولاو بزاف ديال الناس، ماشي ناس عاديين، حتى واحد الناس مشهورين بحال الدعيع كان تيقول لك احنا ما عندنا ما نديرو بحارس اجنبي. الاجنبي شوف الكلام ديالو فين وصل، ولا كيتهجم، خصوصا الدعيع بدرجه اولى اللي تهجم على ياسين بونو بواحد الطريقه خايبه، وقلل من القدرات ديالو، ولا تيقارنوا بداك المعيوف ديالهم، ولا وشفت بعض السعوديين في قنوات سعوديه، وخصوصا في داك البرنامج ديال اكشن هيا دوري، شفنا واحد سعودي جاهم من الاخير قال لهم بان لا مقارنه بين ياسين بونو والحارس السعودي، فرق شاسع بينه وبين هذا. وفي الاخير عرف هذا الحارس عرف راسه بانه لو جا ياسين بونو مستحيل غادي يلعب. هي من اللي طلب من الاداره ديال الفريق تصيفطوا اعاره لاي فريق اخر باش ما يفقدش من القدرات ديالو، وخصوصا هو الحارس رقم 1 في المنتخب السعودي. هم تيخططوا باش يولي الدوري السعودي، ولكن حتى داك الحارس انا متاكد بانه غادي يمشي لشي فريق في المستوى في الدوري السعودي اللي ما يفقدش فيه. وواحد الحاجه اخرى هي بالنسبه لبعض الناس اللي كانوا ولاو تيهضروا بزاف وتيتناقشوا وتيغوتوا، لا وما خصوش يمشي، لا ما خصوش يدير، خصوش يفعل، ما خصوش يترك. ياسين بونو في عمره 32 عام، نقولوا شحال باقي ليه 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين. إشبيلية راه ما كانت تعطيه والو، إشبيلية راه ما كانت يشد حتى حاجه، كيما خلاها واحد السيد قال لك غير هذوك اللي تيديروا الفري ستايل في الشارع تيصوروا اكثر من تيصور ياسين بونو. خدا الشهرة في إشبيلية، ولكن الشهرة راه ما غتعيشوش من بعد من غيسالي كورة شنو غيدير. انا من هذا المنبر تنقول انا كان مع ياسين بونو بالانتقال ديالو الى فريق النصر. انا عارفين بان الماديات كتلعب دور في هذا الشيء، ولكن جا الوقت اللي خصو كيما تنقولوا يدبر على راسو. راه دوام الحال من المحال. راه اليوم انت في الطوب، وغدا راه غتلقى راسك لتحت.
والنيفو ديالك غادي وتيهبط، لان العمر وهادشي اللي كاين. وبيساند الله وسمايل لاف يحييكم، شي لايك واشتراك ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. هادشي كتسمعوش هنا، هادشي ديال الهي. Please subscribe and click notification bell.